السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح الهنا على حضراتكم، صباح الورد، صباحكم معطر بذكر الله. اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وقعدت حضراتكم وأعمل لكم فيديو تاني عن حاجات هتفيد كل ست في بيت في بيتها. تعالوا نشوف النهارده الفيديو بيتكلم عن ايه. عن الفازلين. ابسط حاجه بحاول والله بقدر الامكان ان انا اجيب لكم ابسط الحاجات ان انت تستعمليها وتبقي تطلع معاكي حلوه جدا، وما تستعمليش حاجات غالية كتير. الفازلين له استعمالات كتير جدا جدا جدا. انا على فكرة عملت له فيديو قبل كده، عملنا منه المخمرية في البيت. يا ريت الناس ما شافتهاش هي موجودة على القناة ان شاء الله على اليوتيوب باذن الله، هتشوفوها حلوة جدا باذن الله. طيب تعالي بقى يا لولو نشوف النهارده هنعمل بالفازلين ايه. العبوه دي على فكره مش غاليه، مش شرط حضرتك تجيب الفازلين اللي هو مقاطعه، لا في شركات كتير جدا مصريه بتعمل الفازلين زي الشركه دي كده. مش عايزه اعمل اعلان طبعا. تقدري تستعمليها وبلاش اللي هو فيه مقاطعة. تمام. حضرتك الفازلين ده لو انت عندك شقوق في الحيطة حوالين الشبابيك، تقدري حضرتك تسدي الشقوق ديت بالفازلين. علبة من الفازلين زي ده ايه، وتبدأي تسدي بيها الشقوق دي كلها، منعا لان هي يدخل لها نملة او اي حاجة او اي حشرات. هتنفع جدا معاكي وابسط الامكانيات. يعني العلبة دي مش بفلوس، يعني حاجة بسيطة خالص اهي. طيب يا لولو، ايه تاني استخدامات للفازلين؟ حضرتك ناس كتير قوي ولادك بتيجي تشد السوسته بتاعت الجواكت، طبعا داخلين على الشتاء، تلاقيها معصلجه معاكي مش عايزه تشد وتتقفل. الفازلين برضو بيساعد في الموضوع ده. حضرتك تقدري تدهني السوسته بتاعتك فازلين، تشد السوسته لفوق، هتطلع معاكي بسهوله جدا لان الفازلين هيسهل حركه السوسته على المجرى بتاعتها. ده تاني استعمال. تالت استعمال اللي احنا قلناه قبل كده، انت تقدري حضرتك تخلطي قطعه من الفازلين، حبة من الفازلين، على البرفيوم بتاع حضرتك وتستعمليه. بيثبت الريحة كويس قوي على أماكن النبض، وكمان بيخليه يثبت لوقت طويل جدا. طيب الناس الستات اللي ما بتحبش ريحة البرفيوم اللي هي بتبقى فاقعة عشان ما حدش يشمها، او السبريهات، طيب حضرتك هقول لك تعملي حاجة بالفازلين حلوة جدا. مكعب مسك من عند العطار، تقدري تبشري نصه، تضيفيه على عبوة الفازلين وتقلبيه، وبكده هتقدري ان انت تستعملي بعد الشاور بتاعك الفازلين مع المسك. ريحته حلوة جدا ومش فاقعة قوي، وبرضه بيخلي ريحة جسمك وريحتك حلوة جدا جميلة جدا، وجربوها ان شاء الله على ضمانتي. طيب في حاجة تانية برضه بالمسك، بمناسبة ان احنا اتكلمنا عن المسك النهاردة، المسك كمان تقدري تجيبيه مع ازازة من زيت الشعر اللي هي زيت البيبي جونسون بتاع الأطفال. تقدري تحطي عليه برضه نص مكعب مسك مبشور، وترجي الإزازة كويس جدا، تسيبيها ليلة لغاية ما يدوب. بعد كده تقدري بعد الشاور بتاعك تدهني جسمك بيه، وبكده هتلاقي جسمك رطب جدا وطري قوي، وريحته حلوة جدا، بتقعد الأيام مش يوم واحد كمان. طيب ايه كمان استعمالات الفازلين يا لولو؟ عندي شفافي مشققة. تمام. وباجي احط مثلا روج، احط اي حاجة عليها بحيث ان هي مشققة وناشفة، وخصوصا في الشتاء. ناس كتير جدا بتشتكي من الموضوع ده في الشتاء. تقدري حضرتك تستعمليه بس مش لوحده. هاقول لِك تعملي إيه، دايمًا خلّي شفايفِك رطبة. يعني إيه رطبة؟ أبلّها مَيّة. تمام. بعد كده أحط كريم بنسينول. كريم بنسينول حضرتك كلكم عارفينه من الصيدلية، عبوة صغيرة كده خلّيها عندِك. ادهني شفايفِك بنسينول، بعد كده ضيفي الفازلين، طبقة الفازلين فوق بنسينول. الاتنين مع بعض هيعملوا دمج كويس جدًا، هيرطبوا لِك شفايفِك كويس جدًا، هيخلّي ما فيش تشققات خالص، هيخلّيها كويسة وشكلها حلو كده ونضارة كده وجميلة. تمام. إيه تاني؟ الشعر. حضرتك عايزة تصفّفي شعرِك، تضبّطي شعرِك، تسرّحيه، شعرِك هايش، مش عارفة تعملي إيه، شعر بنتِك بتسرّحيه و10 دقايق بتلاقيه وقف منّه كتير كده وهايش وناشف. فازلين. تمام. زبدة شيا، زيت جوز هند، على بعض تقلّبيهم، وتاخدي قطعة صغيّرة منّه وتبدئي تسرّحي شعر بنتِك أو شعرِك، طبعًا بس يكون رطب شوية. وهتدعي لي إن شاء الله، وهتحسّي بالفرق جامد جدًا، إن أنتِ هتلاقي شعرِك جميل جدًا وناعم، وفي نفس الوقت شعر بنتِك نايم ومش واقف ولا أي حاجة بعد ما بتسرّحيه لها خالص. طيب في استعمال تاني يا لولو؟ في استعمال تاني، وهو تقدري تحطّيه على إحنا قُلنا تقدري تحطّيه على البرفيوم بتاعِك، وعلى تقدري نعمل بيه مخمرية زي ما قُلت لحضراتكم في الفيديو اللي هو قديم. تقدري تجيبي إزازة البرفيوم بتاعِك، تحطّي مثلًا نُصّها على عبوة الفازلين وتقلّبيه، وتقدري تستعمليه زي ما قُلت لحضرتِك على أماكن النبض والكلام ده كلّه. وبرضه تقدري يعني بيثبّت فعلًا الريحة كويس أوي، وغير كده كمان بتثبت معاكِ لأيام كتير. في آخر حاجة للفازلين، وهي تقدري تقلّبيها على زبدة الشيا.
الفازلين على زبدة الشيا بيفيض جدًا الشعر، ذكرت لحضراتكم من شوية الفازلين على زبدة الشيا مع جوز هند أو زيت زيتون، هيبقى حلو جدًا إن شاء الله معاكِ، وبإذن الله هيبقى تحفة بجد إن شاء الله. طيب الفازلين على زيت الزيتون تقدري ترطبي بيه بشرتِك، وكمان بيخلّي البشرة مرطبة جدًا، وبيخلّي الخدود تبقى كده حلوة يعني، الناس اللي بتحب عايزة تنفخ خدودها. أيوه. وادعوا لي بقى. في آخر استعمال وهو أنا عمّالة أتذكّر والله عشان كده يعني إيه، عشان أنا مش محضّرة للفيديو. آخر استعمال هو الفازلين مع الشابة، فازلين مع الشابة، ده بيخلّي بتحطيه في الunder arm والأماكن الحساسة تقدري تستعمليه عادي جدًا من غير أي حاجة، غير ما بيخلّي ريحتِك حلوة كمان بيبيض الأماكن دي كويس جدًا، وما بيخلّيش يبقى ليه ريحة عرق تاني خالص، خالص يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش باللايك والاشتراك في القناة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.